لما كانت بتدي بقشيش لعامل البنزيمه بيجي جوزها بياخد منها الفلوس وبيقول لها الفلوس دي مش للتوزيع، وبيزق الولد وبيقول له امشي، وبتقول له انت عملت كده ليه؟ وبيقول لها عشان انت خربت بيتي وفاكراني حرامي بسرق الفلوس، وبتقول له انت غني بطل بخل، وبيقول لها ما تدخليش البيت تاني وبيسيبها وبيمشي، وبتكون مش عارفه تعمل ايه ولا تروح فين وهي ما عندهاش بيت، وبيلاقيها الولد اللي زقه وبيجي الولد وبيقول لها في ايه، وبتقول له على حصل معاها، وبيروح يديها فلوس وبتقول لها مش عايزه فلوس بس عايزه يشتغل، وبيقرر يشغلها معاه في البنزيمه على الكاشير، وبتشتغل لمده اسبوع وبتطلع شاطره جدا وكل يوم بيتقربوا من بعض وبيحبوا بعض. وبعد اسبوع بيجي جوزها وبيقول لها اركبي، وبتقول له اركب ايه انت ما تعرفش حاجه عن الرجوله، سايب مراتك في الشارع مده اسبوع عايز ترجعني دلوقتي، وبقول لها لو ما ركبتيش هلبسه قضيه وهحبسه بسببك، وعشان ما تحبسش الولد بتركب غصب عنها، وبيجي الولد بيقول له نزلها من العربيه بدل ما ارسم على وش الخريطه في وشك، بس بيزقه بالباب وبوقعه، وبتيجي البنت وبتقومه وبتقول له انا كنت بصورك وانت بتهجم عليه يعني ما تقدرش تلبس له قضيه، ولو ما مشيتش دلوقتي هخليه يعمل لك محضر، فبيخاف وبيطلع يجري، ولما بيمشي الولد بيعترف لها بحبه وبيقول لها تتجوزيني ورزقي ورزقك على الله، وبيتوقف وبتقول له كلام معاك خلصان.